يناير 2011 حتى لو لم تكن قامت الثوره في يوم الثلاث 25 يناير 2011 احنا كنا في شهر 6 هيبقى في مأزق اقتصادي موجود. ازاي يا فندم؟ نتاج التراكمات خلال الثلاثه عقود الماضيه او ال 30 سنه او ال 10950 يوم من حكم رأس النظام السابق، البدايات دي كانت ستؤدي الى النتائج اللي احنا فيها حاليا. ده بقى اللي عاوزين نفهمه. يعني انت حضرتك جيت لي على نقطه جميله قوي. رأس النظام السابق كان بيفهم في السياسه ولا في الطب ولا في الهندسه ولا في الشرطه ولا في الجيش؟ كان بيفهم فيه عشان يدي قرار ان احنا نتخذ سياسه اقتصاديه معينه. للاسف الشديد انا زي علشان اعول على راس النظام السابق اعول على من قام بمساعدته من الناس اصحاب الرؤى واصحاب الفكر، سواء كانوا اقتصاديين او سياسيين او فنيين او اجتماعيين او رياضيين او خلافه. راس النظام عاده احنا عندنا صناعه الفرعون، دي صناعه قديمه وموجوده وموروثات شعبيه، وعلشان نغيرها محتاجين فتره طويله جدا من ان احنا نمحو هذه الاثار، ودي مش هنقدر نتكلم فيها. انما بنقول باختصار شديد ان الناس اللي وصلت الحكم للي احنا فيه كنا الوقت من مآسي اقتصاديه موجوده كانوا معظم الناس الاقتصاديين الذين تبوأوا المجالس والوزارات خلال السنوات الماضيه. هم دول كانوا بيقولوا لا الحال كويس واحنا زي الفل، نسبه النمو 7%. السؤال انا يهمني نسبه النمو باختصار شديد علشان يبقى الناس عارفه الكحكايه بتاعت الاقتصاد القومي او الكيكه كده هي زادت 7%. انا ما يهمنيش النمو، يهمني التنميه وطريقه التوزيع. احنا كنا بنوزع 75% من حجم الكيكه الاقتصاديه على 20 فرد بالاسم، 20 فرد، باقي ال 85 مليون ناقص 20 ليهم ال 25%، فانت لا تشعر. فلما اجي اقول لحضرتك من الاول والله احنا معدل التنميه 7%، انا اقول له والله مصدقك، بس والله انت ما وزعتوش كويس عندنا. هي دي الاشكاليه اللي كانت موجوده، الخلط والتلاعب بالالفاظ والتلاعب بالاسماء وكذا. الحاجه الثانيه كان لا يوجد رغبه سياسيه حقيقيه في مصر ان مصر تبقى على درجه من النمو دوت. انا مش هنقول هننجم، لا، مجموعه من القرارات تم اتخاذها خلال السنوات السابقه، الثلاثه عقود السابقه، بتقول ان رئيس الدوله تدين هذه الاعمال. ايه هي الاعمال دي؟ واحد، احنا كنا بناخد معونه من امريكا، المعونه دي كانت مقابل معونه مشروطه ان احنا لا نقوم بزراعه القمح، دي واحد. يبقى انت هنا بتضطر تستورد قمح بمبالغ قد كده. مش كنا بنسال يا فندم بنقول في علينا قيود بمنع زراعه القمح؟ يقول لك لا ما فيش حاجه زي كده. ما هو طبعا لازم يقول، والاشد نكايه من ذلك ان اللي كانوا موجودين، احنا ربنا رزقنا ب2 رؤساء وزارات خلال العقد ونص الاخيرين دولت، يعني يفقروا العالم. يعني دولت راحوا امريكا كانوا فقروا امريكا صراحة ربنا. طبعا هو في نوع من انواع عدم الدرايه باداره الموارد البشريه والاقتصاديه للبلد. مصر دوله غنيه ولكن للاسف كانت الاداره غبيه. نوع من انواع الغباء اللي موجود. هو بيفرض رايه، وللاسف هو صاحب قرار، فرايه هو اللي مفروض. هي دي الاشكاليه.